السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ نتمنى تكون كاع اموركم بخير وعلى خير. وفي هذه الحلقة ان شاء الله غادي نهضروا على هذوك الناس اللي حياتهم كاملة وهما كيتسناو في الشخص المناسب اللي غادي يجي ويشد بيديهم، او اللي في هذيك الفرصة المناسبة اللي غادي تعاونهم باش يحققوا الاحلام ديالهم. في هذه الحلقه ان شاء الله انا نبغي نبشركم كاملين باللي راه حتى شي واحد ما غادي يجي وحتى شي فرصه ما غادي تجي تبدل لك حياتك من غيرك انت اللي كتصنع الفرصه. حنا ما كندويوش دابا على لعبه الحظ، حنا كندويو على الواقع اللي يمكن لك انك تبدلو بيديك انت. كلنا في شي لحظه في حياتنا وقفنا وتمنينا توقع شي معجزه، شي حاجه اللي تغير كل شيء، يتبدل الواقع، اللي تبرد لينا القلب وتشعل فينا هذيك الشعله ديال الامل، يتخرجنا من الظلام، من هذاك القلق، من هذاك الروتين، من هذاك الاحساس بالعجز. الشخص اللي كنتسناو فيه يجي ويشد بيدينا ويعاوننا، او لا توقع شي فرصه من السماء، او لا يجي شي حد ويشوف فينا هذاك الطموح وهذاك الطاقه ويعطينا بلاصه ويعطينا فرصه. ولكن الحقيقه المره وانه ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يجي، ما كاين حتى شي منقذ، ما كاين حتى شي فارس فوق الفرس الابيض اللي غادي يجي ويمد لك يد العون او لا يحقق لك الاحلام ديالك. اللي نبغي نقول لك هو انك انت هو هذاك الشخص اللي كتسنى فيه. هذه هي الحقيقه اللي خصك تحل عليها عينيك. انت هو الوحيد اللي يقدر يبدل كل شيء، انت هو الوحيد اللي يقدر يصنع هذيك الفرصه اللي كنتي كتسناها، وانت اللي خصك تكون هذاك الانسان اللي كنتي كتسناه حياتك كامله باش يجي ويشد بيديك ويعاونك. كتسنى الظروف تبدل، الظروف نعم سيدي ما كتبدلش راسها، اللي كيتبدل هو النيه، هو القرار والنيه ديال التحرك وهذيك لاكسيون، هذيك الحركه ديالك. انت كتسنى في الناس يفهموك، سيدي حتى انت ما فهمش راسك مزيان وبغيتي الاخر يدخل لعقلك ويداويك ويحقق لك اماني ديالك ويفهمك، راه ما يمكنش. كتسنى حتى تجيك نتايا هذيك الرغبه باش انك دير واحد الانجاز. الرغبه راه ما كتهبطش من السماء، الرغبه راه كتجي بالحركه، من اول خطوه كتاخذها تجاه هذاك التغيير او لا في تحقيق هذاك الهدف. انت اللي خاصك توقف، انت اللي خاصك تقول بركه من الكسل، بركه من الاعذار، بركه من الانتظار، بركه ما تلوم في عباد الله وتلوم العالم على الاخطاء ديالك، بركه ما تلعب دور الضحيه. راك عشتي كضحيه سنين وفين وصلتي؟ اشنو كسبتي من غير تعب والقهره وهذاك السكات اللي كيخنق فيك لداخل؟ انا ما جايش نلومك بطبيعه الحال، انا جاي باش نفيقك، نقولها ليك هكا في وجهك. حتى واحد ما غادي يجي يبدل حياتك الا ما بدلتيهاش انت، الا ما بدلتيهاش انت بيديك راك غادي تعيش وتموت في بلاصتك. راه الحياه ماشي فرصه وحده، الحياه مجموعه ديال القرارات اللي صغيره كتجمعهم باش كيعطيك واحد الانجاز كبير، وكل قرار فيهم اما كيدفعك لقدام واما كيحبسك في الحفره. انت اللي كتقرر واش تبقى في هذاك العذاب او لا تخرج منه، واش تبقى في هذيك الحفره او لا تخرج منها. هذا القرار هو اللي كيبدل لك الحياه ديالك، وهو اللي كيصنع لك هذيك الفرصه اللي انت كنتي كتسناها. انت اللي كتقرر واش كل نهار غادي يكون نسخه وفحالو فحال البارح، او لا كل نهار جاي هو بمثابه فرصه لتغير بها المصير ديال حياتك. حيت الحياه سولاتك بزاف ديال المرات، سولاتك وقالت لك واش بغيتي تبقى هكا، واش انت راضي على راسك باش تبقى ديما بحال هكا وانت ديما كتهرب وديما كتبقى ساكت وديما كتبغي طمع راسك وتقول راسك صافي حتى الغدا، وهذيك غدا ما كيجيش، وغدا 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 ولات بحال السجن كتعيش فيه كل نهار حتى الغدا. وندير اليوم انا نقولها لك، ما تبقاش كتسنى شي حد، ما تبقاش كتسنى في هذيك الفرصه، ما تبقاش تسنى في هذيك المعجزه. كون انت هو التغيير اللي كتقلب عليه. بغيتي تتحرر بدا من اليوم، بغيتي تصلح راسك بدا من اليوم، بغيتي تبني شي حاجه جديده بدا من اليوم، بغيتي تكون شخص اخر اللي كتمناه وكتحلم به تكون عليه بدا من اليوم. ماشي سهل بطبيعه الحال، ولكن راه سهل تبقى في المعاناه حتى تموت، عادي هاد القضيه. غير هي اللي صعيب هو انك تختار القوه.
هذيك القوة تستاهل عليها كل لحظة ديال التمارة اللي كدوزها في الطريق باش توصل ليها، حيت فاش كتوصل ليها كتحس براسك ملكتي الدنيا وما فيها. وختامه مسك كيف تنقولوا في جميع الحلقات. فكر مزيان، فكر مزيان شنو غادي تقول على حياتك من بعد 11 سنين. واش غادي تقول الحمد لله حينتاش صبرت على واحد المدة ديال العذاب باش نبدلها، والحمد لله قدرت انني نبدلها، او لا غادي تقول مع راسك يا ريت كون جربت، يا ريت كون صبرت، يا ريت كون خديت القرار، يا ريت كون تحركت. ماشي الناس اللي خاصهم يامنوا بك، انت اللي خاصك تامن براسك اولا. وكتب لينا في التعليق شنو هي اول حاجه ناوي تبدلها في راسك، ولكن انت فعلا ناوي تبدا. اكتب غير انا مستعد، انا غادي نبدا، وخليها تكون اول خطوه. راه القوه كانت فيك من الاول، غير خاصك توقف على رجليك وتقولها للدنيا كامله انا هو التغيير اللي كنت كنتسناه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.